صباح الفل، صباح الهنا، ولو بالليل مساء الفل مساء الهنا. النهارده بقى معانا بطاطس جميله كده، هنعملها قوارب، هنقشرها ونحمرها، يعني هتشوفوا خطواتها ايه. دي هنعملها قوارب كده وهنحشيها لحمه مفرومه، وبرده الكوسه كذلك برضك هنعملها كده وهنحشيها لحمه مفرومه، وهنعمل رز بشعريه، وهنعمل ملوخيه خضراء، وان شاء الله الحلو بتاعنا هيبقى كنافه. وخليكم معايا اما نشوف الفيديو الجميل ده هنعمله ازاي مع بعضينا. والاول انا بشكركم داخل مصر وخارج مصر على كومنتاتكم الجميله وعلى لايكاتكم الحلوه، انا بشكركم من كل قلبي. ويلا بقى ايه، نخرط البطاطس كده مع بعضينا ونشوف هنعمل البطاطس الجميله دي ازاي ان شاء الله. عارفين بقى يا جماعه الصيف مش عايز الصلصات زي ما قلت لكم، ولا عايز الكلام ده. الصيف عايز الاكل الخفيف اللي من غير بقى ايه، اللي من غير صلصه والكلام ده. يلا ايه، نقشر كده البطاطس الجميله دي كده الاول، بتبقى جميله وبيبقى تقديمها شيك وبتبقى حلوه كده وتفتح النفس. كده هنخرط ايه البطاطس كده الاول. البطاطس دي بقى لما بتعمليها في العزومات وتحطيها كده على السفرة بتبقى جميلة جدا، وبيبقى منظرها شيك وحلوة، وبتبقى جميلة في العزومات يا جماعة. البطاطس دي لما بتعمليها كده يعني قوارب كده وتحشيها بتبقى شكلها جميل على السفرة. دلوقتي هتشوفوا بقى دي احنا هنعملها قوارب ازاي. تقولك بتاخدي في القشرة ومش بتاخدي في القشرة، على ايه يا الناس؟ حوشت ايه هتاخد في القشرة وما تاخدش في القشرة؟ قشري بقى وخلاص. الجو يا جماعة اليومين دول حر جدا جدا، يعني بتبقى لسه الساعة 8 الصبح وبيبقى الجو حر جدا. ربنا يرحمنا يا رب برحمته. يلا بقى ايه، هنقشر كمان واحدة وايه وتشوفوا بقى دي احنا هنقورها ازاي وهنعملها قوارب ازاي دلوقتي. البطاطس بيجي عليها وقت بتبقى جميلة جدا، وبيجي عليها وقت خلاص يا جماعة مش عارفة ما بتبقاش حتى طعمها حلو ليه في الاكل. يلا بقى ايه، نشطف الصينية ونرمي اللي فيها ده، ونرجع بقى ايه نشوف هنعملها قوارب ازاي وهنقورها مع بعضينا ازاي ان شاء الله. والكوسة برضو ننضفها كده قبل ما نفصل. دي بقى ايه، هناخد كل ده نغسله، وبعد يا جماعة ما نغسله هتشوفوا بقى احنا هنقوره مع بعضينا ازاي ان شاء الله باذن الله. الكوسة دي بكام يا تيتا؟ الكوسة دي ب15 جنيه، وفي صغيرة بس انا اللي جايباها كبيرة كده يعني شوية
عشان اعرف اعملها قوارب كويس. يلا بينا بقى ايه، نرمي كل ده ونغسل الحاجات دي ونرجع مع بعضينا تاني نشوف هنعملها ازاي ان شاء الله. كده يا حبايبي غسلنا الكوسه البطاطس وغسلنا الكوسه. يلا بقى ايه نقورها مع بعضينا ونشوف ايه هنقورها ازاي. بس الاول نقطع واحده زي ما قطعنا دي كده، نقطع واحده كده مع بعضينا. بصوا اهي، تروحي جايباها كده اهي، وتروحي عامله لها قاعده كده من تحت اهي عشان لما تقعديها في الصينيه تقعد. وهنا برضو نعمل لها قاعده كده من تحت عشان لما نقعدها في الصينيه تقعد اهي. يلا بينا بقى ايه نعمل واحده كده مع بعضينا. بصوا يا جماعه اهي، تحطي المعلقه كده اهو وتلف المعلقه كده فيها اهي، وبرضو تلف المعلقه كده فيها وبالراحه وعلى مهلك وما تستعجليش اهي. بصوا انتوا شايفين انا حاطه المعلقه ازاي والف المعلقه ازاي اهي اهي يا جماعه. وبرضو تروحي جايبه من هنا وبالراحه وعلى مهلك خالص اهي اهي. تروحي بقى جايبه بقى بالمعلقه بقى، تجيبي بقى ايه كده بقى بالمعلقه وبصي اهي اهي اهي. بصي هتتقور معاكي زي ما انت شايفاها كده وبكل سهوله اهي. الحته اللي انت شايفاها ان هي لسه مليانه تروحي ايه جايباها كده وبكل سهوله. بصوا يا جماعه اهي. وكده كمان الحته اللي احنا خدناها هنا دي عشان تعرفي تحطيها كده في الصينيه تقعد في الصينيه اهي. بص انا برضو عملت دي، خدت منها حته من تحت وبرضو من هنا تروحي جايبه بالمعلقه وعلى مهلك اهو. بصي اهو على مهلك بالمعلقه عشان ايه، عشان ما تكسريهاش اهي. انت بس عبال ما تخلي لنفسك اهو، عبال ما تخلي لنفسك هتروحي بقى عامله كده، بس تخلي لنفسك حته عشان ما تعمليش كده على طول تروحي كسراها. بصي اهي. تروحي جايبه بقى ايه، تروحي جايبه بقى كده بالمعلقه. بصوا يا جماعه اهي. دي برضو كذلك الامر. بصوا اهو زي ما انتوا شايفين كده على اقل من مهلك اهو اهي. انا بعمل كده بالراحه، انا ممكن اجيبها كده على طول بس انا ايه بوري المبتدئين عشان يعرفوا ايه يتعاملوا مع البطاطس. بصوا يا جماعه الحته اللي تلاقيها تخينه تروحي جايبه منها حته كده وبالراحه، وبعد بقى ما تسلكي لنفسك خالص كده تروحي بصي اهي اهي اهي. بتبقى اكلها جميل جدا وبتبقى حلوه وبتبقى خفيفه كده في الصيف. كل الحاجات اللي هي بتبقى ما فيهاش صلصه دي بتبقى خفيفه في الصيف. بصوا يا جماعه انا بخلي لنفسي ازاي. بصوا انا واحده قالت لي لا ده اتكسرت مني، لا معرفتش اعملها. انا بعملها بالراحه خالص اهو قدامك. بصي ولو لقيتي حته تخين بالراحه، بصوا بالراحه كده اهو، وتروحي واخداها كده اهي. انا ممكن اجيبها بالمعلقه كده اهو وهعملها، بس انا عشان ايه، عشان اللي قالت لي ده بتتكسر مني دي انا بوريها ان هي تخلي لنفسها. وبعد ما تخلي لنفسها بصوا اهي 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 يا جماعه. البطاطس اليومين دول بصوا بيبقى فيها ايه، تروحي جايباها كده ما تسيبيهاش فيها. وبرده دي هناخد حته من هنا كده ونروح ايه جايبينها نصين، وهناخد برضو حته بسيطه كده من هنا عشان ايه، عشان تعملي لها قاعده. بصوا اهي كده اهو، دوريها كده اهو من هنا من فوق من هنا وبرده من هنا كده اهو زي ما انت شايفه كده، زي ما انت وتروحي جايه اهو اهو. بصي اهي اهي
كده هي بقى سلكت معاكي، يعني هي كده سلكت معاكي بقى، تعرفي انت تاخدي منها من هنا ومن هنا. ده اللي ايه، ده اللي لسه ما تعلموهاش، او اللي قالت لي ايه اتكسرت مني. اخلي لنفسك، انا بص انا بوريها لك اهو، ان انت تخلي لنفسك الاول عشان تطلع معاكي جميل. بصوا يا جماعه اهي، ودي برضه انا عملت لها قاعده اهي من تحت. تروحي جايبه من اول هنا اهو كده اهو، تروحي لفه المعلقه فيها كده اهو، وبرضه من هنا وتروحي لفه المعلقه فيها، وبشوشوا على مهلك اهي. بصوا اهي اهي اهي، وتروحي بقى على مهلك بقى، وتروحي جايبه بقى كده اهو بالمعلقه. يلا بقى ايه، مفيش الا دول نعملهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرضه نروح واخدين الحته اللي احنا بناخدها دي، ومن هنا برضه اهو. انا بصوا انا ما فصلتش، انا بعملها كلها قدامكم عشان تبقي ايه، تبقي عارفه انك هتجيبيها هتعمليها وبكل جداره، مش هتتعبي يعني في عمايلها ولا حاجه. اهو بصوا يا جماعه، في ثواني. هنا لاقياها تخينه شويه، خدي حبه من خدي حته صغيره كده بالمعلقه اهي. في ثواني وبكل سهوله اهي. بصوا اهي، في ثواني وبكل سهوله اهي. انا بقول لك انا ممكن اجيبها كده اهوت واخلصها اوام، بس انا بعمل كده عشان تعرفي تعملي اهي. بصوا اهي. يلا بقى نعمل ايه دي بقى، اخر واحده برضو. ناخد من هنا قاعده، وناخد من هنا قاعده، وايه، ونروح جايبينها ايه، ونروح جايبينها كده زي ما انتم شايفين من النص. وتروحي بالمعلقه اهي اهي. البطاطس خلي بالكم اليومين دول، بصوا تروحي منضفاها كلها، متخليش فيها حاجه اهي. يا ما شاء الله، في ثواني والله يا جماعه، في ثواني. مادام هتخش المطبخ بحب وهتعملي الحاجه وانت رايقه كده وبمزاج رايق، اعرفي وتاكدي ان انت هتعملي الحاجه زي الفل زي الفل اهي. يلا مفيش الا دي بقى ايه، نعملها سوا كده مع بعضينا. برضو هتجيبي من هنا اهي. بصوا اهي 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 اهي، على الله تكون واضحه لكم يا رب اهي. بصي هتجيبي المعلقه اهي، وبرضو من هنا اهي اهي، وتروحي بقى بالمعلقه وتروحي مكحتاها بقى كده اهي. في هنا حاجه غامقه كده بقى ايه، بخلص عليها اهي كده. البطاطس وانتي بتنقيها اليومين دول تخلي بالك كويس جدا منها اهي يا جماعه. كده بقى ايه، نعمل ايه كده، هنعمل نسمي كده ونصلي على الرسول بقى، وايه، ونعمل الكوسه. كده بقى ايه، برضه هنعمل الكوسه بشكل جميل، بشكل حلو. حته من البطاطس كده ايه، الكوسه. بصوا يا جماعه، الكوسه البطاطس
بطاطس بقى هتبقى جميله زي ما قلت لكم. انا هحطها في صينيه كبيره عن كده عشان تاخد الكوسه كمان. بصوا يا جماعه لما اتقورت، بصوا لما اتقورت بقت جميله وبقت شكلها جميل كده اما اتقورت وبالراحه وعلى مهلك. بصوا انا ما فصلتش، انا عملتها كلها معاكم عشان ما تعرفوا ان انا ما كسرتش واحده. يلا بقى هنا ايه على الكوسه. الكوسه بقى ايه مش هنفتحها كده، عايزه تفتحيها كده 2 افتحيها، عايزه تاخدي حته كده خدي حته كده عشان ايه، عشان من جوه تشيل، وبرده تعملي لها. بس لا انا مش عايزه اعمل لها قاعده عشان ما ايه، هي كده هتقعد ان شاء الله. هنا برده تروحي جايه، بصوا يا جماعه اهي، تروحي جايه ايه كده. بصي الكوسه بقى بسم الله ما شاء الله، بصوا مش زي اهي، على الله تكون واضحه لكم يا رب. اهي الكوسه بقى مش زي البطاطس ناشفه دي، هتعمليها بقى وفي ثواني هتعمليها. بصوا اهو، بس انا عايزه ايه معلقه شاي صغيره عشان المعلقه دي كبيره. بصوا يا جماعه اهي، اجيب بس ايه، اجيب معلقه شاي صغيره بس. انا جبت معلقه شاي صغيره اهي، بدل ايه المعلقه الكبيره دي ما هتكسرها مني. بصوا يا جماعه اهو، بصوا بقى المعلقه صغيره جميله اهي يا حبايبي. انت ممكن بقى تجيبيها 2 كده، بس هتبقى 2 هتبقى رقيقه وهتبقى خفيفه جدا، انما زي ما انا ما بعملها كده هتشيل لحمه من جوه وبعدين هتبقى حلوه زي ما انتوا شايفين كده. بصوا حبايبي اهي، روحي واخده برده حته كده اهو كده. بصي اهي زي ما انت شايفه كده، وبالمعلقه الشاي بقى الصغيره. التانية بقى عملناها بالمعلقه ايه، بالمعلقه الكبيره، المعلقه اللي هي بتاعت الاكل دي. انما الكوسه دي عشان صغيره يا جماعه، بصي يا دوبك هي دي، بصوا على قدها. بصي اهو هتجيبي كده اهو كده برده كده زي ما بوريكي كده اهو. انا ممكن اجيبها كلها بس عشان ايه لو عملتيها ما تتكسرش من اخلي بس لنفسك، وبعد ما تخلي اهي اهي هتجيبي كده. ومن هنا برضو بعد ما تخلي بصوا الله اكبر الله اكبر، ولا واحده اتكسرت اهي. ولو واحده اتكسرت يعني مفيش مشاكل اهي. بصوا يا جماعه، بصوا متقوره وجميله ازاي اهي، على الله تكون واضحه لكم اهي. برضو نشيل حته وتروحي بالمعلقه الصغيره دي بمعلقه الشاي وتروحي ايه، بصي خاليه لنفسك، اخلي لنفسك اهو. بصي اخلي لنفسك، تديريها كده اهو وبرضو تخلي لنفسك اهي اهي اهي. الحته بقى اللي بتبقى ضيقه دي لازم تخلي بالك منها كويس جدا اهي. اهي يا جماعه برضو جميله. ووسعي برضو لنفسك كده شويه عشان ايه، عشان ما تتكسرش منك. بصي اهي اهي واضحه ولا ايه اهي قدامك اهي 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 اهي. وتروح كده بقى انت خليتي لنفسك خالص، هتروحي بالمعلقه بقى كأنها رفيعه اهي، المعلقه هتجيب معاكي اهي اهي. بصوا يا جماعه، ولا فيها حته كده ولا كده ولا حته اتكسرت ولا حاجه. بصوا سليمه اهي وزي الفل. روحي برضو واخده حته كده اهو وتوسعي لنفسك من عند الحته الصغيره دي، تروحي ايه، تروحي موسعه لنفسك اهي. تروحي جايبه برضو بالمعلقه اهي
بصوا يا جماعه اهي اهي اهي. انا بعمل بصوا حاجه يعني بسيطه جدا، عشان ايه مفيش واحده تقول لا ده اتكسرت، لا ما بعرفش اعملها. لا يا جماعه اهي 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 اهي. بصي اهي وبرضه دي تسودي لها كده شويه من هنا عشان ايه، عشان ما تتكسرش منك اهي اهي. وكل ده برضو يعني مش هيترمي، ده انت ممكن تقليه، ممكن تحطيه في الصينيه وبعد ما تقليه حطيه في الصينيه تحت، يعني ما فيش ده. ممكن تقليه وبعد ما تقليه هترصيه في الصينيه من تحت، ده يعني ما فيش حاجه هتخسر. مش عايزه ترصيه في الصينيه وهتحطي حاجه تانية، ممكن تقليه برضو وتحطي عليه كمون وملح كده، هتاكليه كده هيبقى جميل. بصوا يا جماعه اهي. وتيجي بقى من هنا من عند الحته دي، على الله تكون واضحه لكم عشان دي صغيره، بصي تروحي تخلي بالك كويس جدا وتديريها. ومن الحته الواسعه دي بقى اهي بصي هتبقي ايه براحك واخداها في الحته الواسعه دي، اما الحته الضيقه دي بالراحه جدا وانتي بتعملي. بصي بقى وتروحي برضو بالمعلقه اهي. بصوا يا جماعه اهي. برضه اهوت بالمعلقه. والله هي سهله جدا، هي مش صعبه يعني، بس في ناس يعني مصعباها على نفسها، انما هي مش صعب يعني. انا كنت زماني خلصتهم على طول، بس انا بعمل كده عشان المبتدئين يا جماعه يعرفوا. وبرضه في ناس برضه يعني قالوا لي كبار مش صغيرين، قالوا لي ده اتكسرت من بصوا بكل سهوله بكل سهوله وفي ثواني، يعني الواحده ما بتاخدش ثواني يا جماعه. الحاجه بتبقى يعني لو هتقولي عليها دي متعبه، هي مش متعبه يعني، هي حاجه بسيطه جدا، بس الحاجات دي بتبقى في اكلها جميله، بتبقى في اكلها روعه. بصوا يا جماعه اهي. وتوسعي لو انت شايفاها ضيقه اهي وسعي، هتروحي جايبه من هنا كده اهو اهي. بصوا اهي اهي اهي. وتديريها كده اهو، وتروحي جايبه برضو من هنا اهي اهي اهي. بصي تروحي بقى بالمعلقه اهي. بصوا خدت 10 ثواني ما خدتش. توسعي لنفسك والله يا جماعه طفل عندها 10 سنين تعملها. بص اهي اهي. انا ممكن اجيبها كده بالمعلقه على طول، بس انا بعمل كده عشان في ناس برضو بتتفرج على الفيديوهات دي تبقى عارفه ان الحاجه دي مش صعب يعني. بصوا اهي اهي. خلاص مفيش الا دي بقى، وهنروح ايه نحط لحمتنا على النار وايه، وجنبها كده على طول نعصج ايه، نعصج اللحمه اهي. يا الله بصوا الجمال، والله جمال صحيح. الحاجات دي يا جماعه عايزه عايزه البال الرايق، اللي بالها رايق ودخلت المطبخ هتبدع في المطبخ. الله على الجمال، الله على الجمال. يلا وكده بقى يا حبايبي ايه، احنا خلصنا اهو الكوسه وخلصنا البطاطس، ويلا بينا بقى ايه على النار نعصج اللحمه ونحط اللحمه اللي هتتسلق، وهنشوف هنعمل ايه تاني مع بعضينا ان شاء الله. اخر حته حبايبي بقى هنقطعها اهي كده ايه. قطعنا اللحمه بالشكل الجميل ده، قطعناها حتت كده حلوه كده. ليه لحمه يا تيتا؟ ما هو لحمه عشان عايزينها نعمل ملوخيه، هنعمل حاجه كده بس عشان تغمس، فقلنا ايه نعمل حته لحمه جنبها. يلا بقى ايه، انا حطيت الحله على النار للحمه طبعا هنسقطها فيها،
وهنعمل بقى واللحمه بتستوي هنروح معصجين اللحمه ان شاء الله باذن الله. هنعصج اللحمه اللي هي المفرومه. معانا نص مفرومه اهو، معايا نص مفرومه اهو ايه ده ان شاء الله باذن الله. يلا ايه ده فك فك. يلا بقى ايه هنعصج النص الجميل ده بس ايه نغطيه وايه ونروح بقى ايه نشوف هنعمل ايه ان شاء الله. كده ايه اللحمه الميه بتغلي يا جماعه. كده هنسمي ونصلي على الرسول وهنسقط فيها اللحمه وهنشوف ان شاء الله هنعمل ايه تاني. الخطوه اللي بعد كده هتكون إيه ان شاء الله. يلا يا جماعه بقى ايه نحمر البطاطس عشان ايه عبال ما البطاطس تبرد نكون عصجنا اللحمه ان شاء الله. كده ايه هنا اللحمه بتستوي على النار وهنا هنحمر البطاطس بس الزيت ايه يقطع شويه. الزيت بس يقدح شويه وبعدين نروح حاطين فيه البطاطس على طول. الاكله دي يا جماعه بتبقى اكله جميله، اكله حلوه، اكله عزومات. هنا حبايبي عبال الزيت ما يقدح هنا هنحط دي طماطمايه والبصل. انا شلت الريم اللي عليها ما خليتش عليها حاجه زي ما انتم شايفين كده. وهنا بقى ايه توابلك كده على بعضها انت وتوابلك بقى وتروحي ايه مغطيه وتسيبيها بقى ايه مع نفسها لحد ما تستوي. وهنا تسمي وتصلي على الرسول وتروحي ايه حاطه البطاطس الجميله دي. عايزه بالفرشه كده تدهنيها زيت كده بالفرشه وترصيها في الصينيه وتحطيها في الفرن ماشي. عايزه تعمليها كده انت ورغبتك وانت زي ما انت عايزه تعملي هتعملي طبعا. بس كفايه كده. دي بقى ايه هتاخد لها تحميره حلوه كده عشان ايه هي اول ما بتحطيها في الفرن لما طبعا بتحطي على وش اللحمه المفرومه الموتزاريلا اول ما بتحطيها في الفرن على طول بتاخد وش. فلازم احمرها كده عشان البطاطسايه تبقى مستويه ما تبقاش نيه. دي بقى ايه ما تحركيهاش بقى خالص كده لما ايه لما تتحمر تاخد وش من تحت. روحي مقلباها على طول. معانا اكله حلوه النهارده. خليكم معايا وما تنسونيش في اللايك. خليكم معايا في الاكله الحلوه الجميله اكله العزومات دي النهارده. ما تنسوش اللايك يا جماعه بالله عليكم ترفعوا بيه الفيديو عشان الناس تستفاد. انتوا عارفين تقوير البطاطس دي؟ واحده صاحبتي مره قالت لي انا قورت البطاطس بقت تتكسر مني. قلت لها ازاي بتتكسر؟ فانا بقى المبادئ بقيت اخلي كده من الجناب وبعد ما بقيت اخلي من الجناب بقيت اخد من الوسط كده زي ما شفتوني. هي اما تعملها كده مره على مره هي هتتمكن فيها وتعملها كويسه ان شاء الله. واي حد يعني من البنات المبتدئين برضو النهارده تجفيف البطاطس دي كده. يعني انا لما بشيل كده من جوه من البطاطس بقورها التقوير دوت يا جماعه برضك مش سهل للبنات اللي هي لسه مبتدئه ما تعرفش تعمله. اللي خلى واحده كبيره قالت لي اتكسرت مني. فانا النهارده عملتها بطريقه جميله بطريقه خفيفه خالص بقى. يعني لو عيله عندها 10 سنين هتعرف تقور البطاطس بالشكل اللي انا قورت بيه ده. وان شاء الله باذن الله كلكم لو عملتوها كده هتعملوها احسن مني بكتير كمان. يلا ايه ما تحمر شويه ونيجي نقلبها ان شاء الله هنرجع مع بعض تاني.
نقلب بقى البطاطس يا حبايبي. هي كده على فكره اوريدي كده، يعني ان هي كده البطاطس فاضل لها تكه بسيطه وتستوي. فان شاء الله انا مش عايزه اعملها بالشوكه عشان ما اخرمهاش. فان شاء الله باذن الله هي التكه بقى دي هتاخدها في الفرن بقى ان شاء الله باذن الله. هي كده اوريدي يا جماعه البطاطس بتبقى استوت. وبرده لو عايزه تديها فرشه وتحطيها في الفرن تاخد لون وتطلعيها برده عادي، الفرن بيبقى حامي يعني بيسويها. بس انا يعني ايه ساعات بحمرها كده. يلا ايه نطلعها نحمر بس تاخد لها ايه لون شويه، ونروح ايه مطلعينها على طول ان شاء الله. لا لسه ايه عايزه لون شويه، نسيبها شويه كمان كده. بقى لما بحمرها يا جماعه بتبقى طعمها جميل جدا لما بعملها كده قوارب باللحمه. انا يعني هي بتبقى حلوه في الفرن برضه، انا يعني بعملها في الفرن، بس انا بفضلها بتتحمر كده بتبقى ناشفه كده وبيبقى طعمها جميل، يعني بتبقى باين التحمير فعلا فيها. لا انا عايزاها ايه تاخد لها وش كده من تحت كده، عشان ايه؟ عشان تبقى استوت. يلا يا حبايبي كده نشيلها. بصوا هي خدت لون. هي كده ايه فاضل لها تكه. التكه دي ان شاء الله ايه هتاخدها في الفرن باذن الله. يلا نسمي ونصلي على الرسول ونحط الباقيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه تقويرها، بصوا تقوير الكوسه البطاطس دلوقتي بقى كمان هتشوفوها هتبقى جميله، وهتبقى تقديمها يا جماعه شيك جدا. مش عارفه بقى الحته دي هتاخد ولا مش هتاخد. تاخدي واحده انتي؟ تاخد. بصوا بقى بتاخد لون وبتبقى عامله ازاي. بصوا اما بتاخد لون بتبقى بقى جميله يا جماعه، بتبقى جميله. بصوا اما بتاخد لون كده بتبقى روعه، وبتبقى كمان في اكلها روعه. بصوا هنا ايه اللحمه لسه بتستوي. دي ايه هنسيبها شويه كده عبال ايه ما تاخد بس لون برضو من تحت، وهنروح قلبينها على طول ان شاء الله. كده برضو ايه دي خدت وش كفايه قوي عليها كده. بصوا يا جماعه جميله جميله جميله. لازم كده ايه تحمريها كده، عشان برضو البطاطس بتبقى فيها حته برضو يعني بتبقى مليانه برضو من جوه شويه. فايه لما تعمليها كده بتبقي عارفه ان كده البطاطس استوت. نصلي على الرسول كده وتروحي حاطه ايه الباقي على الفراخ. بصوا يا جماعه طب احنا ايه هنشيل دي كده وايه وهنفصل وشويه وهنحط الكوسه مع بعضينا. دي اخر حاجه في البطاطس. طيب احنا كده يا حبايبي خلصنا البطاطس كده. ايه هنسمي ونصلي على الرسول كده وايه ونحط الكوسه كده. ايه الكوسه دي بقى هي مش هتطرى يا جماعه، بالعكس هتبقى ناشفه وجميله.
دي بقى ايه اما تتحمر كده هتشوفوها شكلها ايه ان شاء الله. ودي اخر حاجه كده في الكوسه في البطاطس. البطاطس دي بقى بتبقى جميله جميله جدا. بصوا يا جماعه البطاطس بعد ما اتحمرت، بصوا الجمال، حاجه بقى كده يعني حاجه بتتحدث عن نفسها. بصوا الجمال. دلوقتي بقى اما تخلص هي والكوسه هتشوفوها ان شاء الله. بصوا يا حبايبي دي كده برضو ايه، بصوا بصوا بقت شكلها ايه. دي برضو كده هي اوريدي يعني حاجات بسيطه كده وايه، وتبقى اتحمرت وتبقى استوت. يعني هي فيها تكه واحده بس كده. دي هنسيبها كده شويه. كده هي ما بتديليش يعني ما تقوليش ده بقت مهريه ولا حاجه، لا بالعكس. بصوا يا جماعه، بصوا هي اهي، بصوا هي بتبقى ناشفه اهي، ما بتبقاش يعني مهريه ولا حاجه، لا بصوا اهي بتبقى جميل. بصوا من تحت، بصوا وناشفه، يعني مش هتقولوا ده طريت ولا حاجه، لا هي ما طريتش بالعكس اهي. يلا هنخلص بقى دولت وهنرجع مع بعضينا تاني. بصوا كلها جميله ازاي اهي. بصوا يا جماعه هي ما تقولوش ده بتطرى، لا بصوا بصوا الكوسايه عامله ازاي. هي بتبقى اتحمرت بس بتدي طعم جميل. بصوا اهي 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 ناشفه اهي وجميله اهي. بصوا اهي. يلا ايه هنكمل الباقي وهنرجع مع بعض تاني. التحميره دي يا جماعه بتديها طعم جميل، بتدي الكوسه والبطاطس طعم جميل جدا. يلا ان شاء الله هنطلع دول ونرجع مع بعضينا تاني. كده يا حبايبي ايه كده خلصنا الكوسه دي اخر واحده اهي. يلا بقى ايه هنحط هنعمل العصاج ان شاء الله، نعصج اللحم. هنا حطينا الحله وحطيت فيها معلقه سمنه، ونحط يا جماعه اللحمه. انا حطيت حله هنا ليه؟ انا حطيت حله هنا عشان اللحمه كتير فهتبقى كتير على الطاسه. كده ايه هنحط البصل ده نص كيلو لحمه يا جماعه على بصلتين اتنين كده وسط. وعلى اللحمه كده بقى دي توابل، دي جوز الطيب على بهارات سبع على ملح على فلفل بس يا جماعه، ما حطيتش حاجه تاني. بتحطي حبه الملح، خلي بالك ما تكتريش الملح عشان ما تجيش حادقه، وحبه الملح وتقلبي. بس اديها كده كام تقليبه مع البصلايه، وبعدين ايه نروح حاطين لها طماطمتين كده صغيرين وسط، او طماطميه واحده بس تبشريها تضربيها في الخلاط، بس ما تحطيش ميه تكون ناشفه كده، وتروحي ايه وتروحي حاطاها عليه. كده ايه اديناها كام تقليبه كده بالبصلايه. نحط بصوا يا جماعه دي رشه شطه كده بسيطه لا تذكر، يعني رشه كده على سن المعلقه شطه. وهنا ايه هنحط حبه طماطم كده، دي بقى ايه نضربها في الخلاط بس تقيله يعني مش ميه، هتاخد لها بقى ايه غلوه كده، وبعدين نشوف ايه هنعمل ايه تاني ان شاء الله. والله يا جماعه اللحمه طالعه عليا ريحتها جميله من طبعا جوز الطيب والفلفل. انا ما حطيتش طبيعي الا جوز الطيب وملح وفلفل وكمون وحبه بهارات سبعه، بس طالعه ريحتها في منتهى الجمال. يلا كده ايه هنغطيها
وايه وهنسيبها شويه ان شاء الله، وبعدين هنشوف الخطوه اللي بعد كده هتبقى ايه. يلا ايه نسمي ونصلي على الرسول كده. خلصنا كل حاجه، واللحمه اهي يا جماعه، بس انا حطاها هنا على البلانشه كده عشان سخنه، حطاها جنبي اهي. هناخد بقى منها وايه وهنحشي مش عايزين نوقع حاجه بقى، اما نمسك الحاجه في ايدينا كده ونحشي، عشان ايه؟ عشان ما فيش حاجه تقع في الصينيه. ناخد الحاجه كده في ايدينا ونحشي عشان ايه مفيش حاجه تقع في الصينيه. تمليها كده عشان ايه لما تيجي تاخدي الواحده على الرز بشعريه وتيجي تاكليها ما تلاقيهاش فاضيه، تلاقيها مليانه. بصوا يا جماعه، تمليها كده، هي من جوه غويطه. تملي الواحده كده عشان تيجي تاكليها تلاقيها مليانه وطعمها حلو وما تبقاش فاضيه. بصوا بالطريقه دي. بتبقى جميله جدا يا جماعه، وزي ما قلت لكم في العزومات بتبقى روعه، بتبقى يعني شكلها شيك كده على السفره وبيبقى شكلها حلو. كده في ايدك كده احسن ما احط في الصينيه ونوقع. حبه كمان. دلوقتي هتشوفوا الجمال بقى بتاع الكوسه دي اهي. واللحمه لما تحطوا لها يا جماعه، انا يعني انا ممكن كنت حطيت، انا ساعات بحط فلفل الوان، بس في الحاجات اللي زي كده او في البلاش الصوابع اللي انا هحشيه، الصوابع مش اللي هو اللي احنا بنقطعه مربعات. في الصوابع ده بقى مرضاش ابدا برضو احط الفلفل الالوان. الفلفل الالوان يا جماعه بيطري الحاجات دي، بيطريها. فاحنا بقى مش عايزين الحاجات دي تبقى طريه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الله على الجمال بجد، الله على الجمال. ايه رايكم بقى في الصينيه الجميله دي؟ لا ده لازم اوريها لكم بقى. ايه رايكم في الصينيه الجميله دي بعد ما خلصت كده؟ حاسبوا بقى ما تتقلبوش. ايه رايكم في الجمال؟ يلا بقى ايه نعمل نخلص دي، نعمل الصينيه دي. الصينيه بقى ايه الرئيسيه برضو ايه هنملاها برضو كده يا جماعه عشان ايه يبقى شكلها حلو كده على اما تحطي فوق دي. لسه هنحط فوقيها جبنه موتزاريلا، يعني هي مش كده وخلاص، لا ده لسه هنحط فيها حاجات تاني. اكمن البطاطس كبيره وغويطه، وكمان عشان الكوسه انا مش فاتحاها اتنين، انا هي الواحده بس شايله منها من على الوش، بتشيل لحمه يعني النص كيلو اهو يا دوبك ده لو كفه، يعني النص ده لو كفه النص. دي بقى ايه اوان كده هنحطها في الفرن، عشان ايه الملوخيه مش هتاخد في ايدي 5 دقايق خرط. يعني انا غسلتها وطبعا بسيبها اما تنشف انتوا عارفين، وقطفتها وسبتها برضو كده على حته نظيفه كده على الترابيزه، سبتها اما نشفت وهخش بقى اخرطها في ثواني، مش هتاخد حاجه. بصوا يا جماعه النص مفيش منه حاجه، يا دوبك هو على قد ايه، على قد اللي فاضله دي. والله يا دوبك ما فضل اي حاجه، يا دوبك. يلا بقى ايه نحط لها الجبنه الموتزاريلا. يلا ايه تسمي وتصلي على الرسول وتحط لها كده الجبنه، بس تحطي بقى ما تبخليش، يعني ما تبخليش، هي اكله.
الاخرى بتبقى طعمها يا جماعه، بتبقى طعمها وهم بجد، بمعنى كلمه وهم يعني. ايوه الغويطه دي كده نملاها كده. انا بصراحه بفتري بقى ايه في الجبنه، بالذات البطاطس دي بحب احط له. وبرده ممكن تعملي لها بشاميل، ممكن تعملي بشاميل وتحطيه بدل الجبنه دي. انا ساعات بعمل كده وبعمل كده يعني. ممكن تعملي البشاميل وتحطيه، بيديها وش برده وبتبقى جميله، بتبقى روعه، بتبقى حلوه يعني. بصوا الجبنه ناشفه. بصوا انا عماله اكسر فيها. بس دي بقى ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ اظن الجمال عدى الكلام. يلا نركنها بقى ونجيب ايه دي. برضو ايه نحط لها يا جماعه كده زي ما انتم شايفين. استنوا اما البس الكيس اتخلع. فاطمه الملوخيه. يلا بقى نقوم ايه نعمل رز بشعريه، ونركن الرز ونروح حاطين بقى الصواني في الفرن ونعمل الملوخيه، يبقى الاكل كده سخن وجميل. يلا بينا. الشعريه اتحمرت، هنحط الرز هنقلبه بقى. وعارفين بقى انا بحب الشعريه على الرز تبقى كتير. هنحط حبه الملح، قلبي سمي وتصلي على الرسول، وتروحي حاطه الميه بتاعته وتقلبي وتغطي عليه بقى كده ايه وتسيبيه، ولما يستوي هتشوفوا الجمال. هنا نقلنا الرز على العين التانية، وهنا هنحط حته تومه اهيت. هنا حطينا شوربه هنعمل الملوخيه، حطينا حته تومه. دي طماطمايه يا جماعه، ودي حبه كزبره بس. وتسيبيها بقى اما تغلي كده في الشوربه شويه، ونشوف هنعمل ايه تاني ان شاء الله. دي هنسيبها كده تغلي شويه كده. هنحط هنا معلقه الثوم دي هنا كده، وهنحط عليها حته برضو سبايسي كده، مريسه الشطه كده. وهنا الملوخيه يا جماعه ايه كده ايه نغطي عليها عشان ايه، عشان هي غليت عشان ما تقطعش كده. هي جميله وسمكها جميل، ولا خفيفه ولا تقيله كده، جميله. بصوا اهي كده ايه نقلب الملوخيه. الله جميله، الله جميله. يلا نحط عليها حبه كزبره، تاخد بس ايه لون بسيط كده. ونحط الكزبره عشان الكزبره تحطيها تروحي طشه على طول عشان ما تتحرقش. كده هنا في المرحله دي يا جماعه هنروح ايه حاطين الكزبره. قلبي وهنا تقولي بسم الله ما شاء الله.
بسم الله ما شاء الله على دي ملوخيه يا جماعه. يلا بقى هنعمل ايه؟ تعالوا بقى ايه نحط البطاطس ونحط الكوسه في الفرن. هنا بقى يا ست الكل كده الرز على النار والملوخيه خلصت. دي بقى يعني ايه، انا سبتها للاخر عشان بس تبقى ايه، عشان تبقى سخنه كده. ايه يا جماعه، احنا هنحط لها ايه ديت طماطم كده بالثومه، هنحطها لها كده عشان ايه، عشان ما تتلسعش بس من تحت. يبقى كده عشان ايه ما تتلسعش بس ايه من تحت. هتبقى بالشكل ده هتبقى بالشكل ده كده يا جماعه، عشان ايه عشان لما نحطها في الفرن ما تتلسعش من تحت اهي. اظن انتوا شايفينها جميله اهي. يلا ايه نحط البطاطس. احنا بنعمل كده ليه؟ عشان ما تتحرقش من تحت. في بقى عايزه تحطي اللي هو تقوير البطاطس تحطيه تحت كده برضو، تحطيه في الصلصه دي وتقلبيه فيها، ومعلقه لحمه مفرومه برضو عليها وتحطيها في الفرن. ده بياكلوه كده بالرز. انا بقى قبل الولاد ما تتجوز كنت بعمل لهم كده، انما ما فيش بقى الا انا والحاج وعمر، فمش عايزه اعمل كده عشان لو ما اتاكلتش خساره ما تترميش، انما الحاجات دي ايه هتتاكل. يلا حبايبي ايه بينا على الفرن، واما تطلع بقى هتشوفوها ان شاء الله. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ اظن الجمال عدى الكلام كله. يلا بينا على الفرن. يا حبايبي احنا فرقنا دي بقى، احنا خلصنا الرز وخلصنا الملوخيه والصواني في الفرن. عبال الصواني ما تطلع كده وتهدى نكون عملنا دي انا فرقتها زي ما انتوا شايفين كده. يلا بقى ايه نحط عليها السمنه. هتقولي ما سيحتهاش ليه؟ هي سايحه طبيعي والدنيا حر، اول ما افركها كده بيها هتتفرك على طول. يلا ايه نفركها بالسمنه ونحطها على النار كده. خدت اللون الجميل ده يا جماعه، بصوا لونها بقى جميل ازاي. بصوا هي كده بقت حلوه وجميله كده. ايه هنطفي عليها البوتاجاز وتتنك تقلبي كده وعلى نار هاديه عشان ما تتحرقش كده. ايه هنطفي عليها البوتاجاز وهنسيبها بقى تبرد ايه وبعدين نشتغل فيها. المانجا اهي يا حبايبي اهي، هنقطعها بقى ان شاء الله على البلانشه وهنرجع مع بعضينا تاني. يا حبايبي عملت المانجا زي ما انتوا شايفينها كده. يلا بقى هنحط هنا شربات. في بقى عايزين تحطوا السكر حطوا سكر بودره. عايزه تحطي زي ما انا هحط كده شربات، حطي شربات وقلبيها. عايزه تحطي سكر بودره حطي برضو سكر بودره، انما انا زي ما انتوا شايفين كده حطيت شربات. يلا هنا بقى ايه هتسمي وتصلي على الرسول. هنا انا حطيت الكنافه في الصينيه وحطيت عليها الشربات وقلبتها. كل واحده ايه معلقه غراميه كده. حاطين عليها. يلا بقى ايه كده انا حطيتها في الكيس، هنسويها. هنا تحطي برضو وهنا
احنا هنخلص على فكرة وهسويها بالمعلقة. يلا ايه نسويها بالمعلقة. برضو نسويها كده. هنا نحط ايه المانجا. بتبقى يا جماعة بصوا بتبقى خطيرة. عارفين بتبقى خطيرة يعني ايه؟ بتبقى جميلة. نحط برضو كده المانجا. بتبقى طعمها بصراحة وهم كده. بتبقى طعمها جميل جدا. الحاجة اللي هي نزلت دي كده هنمسحها بورقة مناديل. الله على الجمال يا تيتا. الله يا تيتا على الجمال. يلا ايه نحط برضو هنا واحدة هرمية كده ونوزعها، وهنا برضو واحدة هرمية ونوزعها. في كل واحدة كده واحدة ونوزعها. بس لو عايزه تاني يعني عشان من فوق بقى ايه من تحت بتبقى صغيره، طول ما انت طالعه فوق الكوبايه بقها بيوسع، فتحطي اكتر. فوق هتحطي اكتر عشان الكوبايه كل ما بتطلع على فوق كل ما البق بتاعها بيوسع. طبعا كل ده هنمسحه دلوقتي. يلا ايه نحط الكريمه. احنا يا جماعه بنحط كده عشوائي، وبعد كده انا هوزعها. هتوزعيها بالمعلقه بعد كده. نوزع برضه هنا كده. يلا بقى ايه نسويها بالمعلقه. نحط بقى هنا كده ايه واحده مانجا كده، برضه واحده مانجا،
يلا كده بقى ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ رحت فين يا تيتا؟ ما روحتش والله، ما روحت. الله على الجمال، الله على الجمال. الله على الجمال. انا عايزه رايكم بقى في الجمال ده، وما تنسوناش في اللايك، بالله عليكم ما تنسوا اللايك. ايه رايكم بقى في الكنافه الجميله دي؟ ايه رايكم في يعني كلام عالي قوي، شغل عالي قوي يا جماعه، شغل عالي جدا. ايه رايكم في الجمال ده؟ انا عايزه رايكم، وعايزه لايكاتكم، وعايزه كومنتاتكم بقى اللي بتسعد قلبي. ربنا يسعد قلبكم ان شاء الله. خلصنا الغدوه الجميله، والبطاطس اهي طلعت من الفرن، والكوسه اهي طلعت من الفرن. يلا بقى ايه، نحط اكلنا ان شاء الله. بقى في الاكله الجميله دي عملنا البطاطس. ايه رايكم في البطاطس؟ حاجه جميله وتفتح النفس. وعملنا الكوسه، بصوا منظر الكوسه يا جماعه، حاجه جميله وتفتح النفس برضو. وعملنا الملوخيه، وعملنا الرز واللحمه، وفي لحمه تانية في الشوربه. ايه رايكم بقى في الحلو بتاعنا النهارده؟ ايه رايكم في الحلو؟ اظن حاجه جميله وتفتح النفس، وفعلا تستاهل بق الحبايب. الله على الجمال، الله على الجمال. صحه والف هنا على اللي شاف وعلى اللي هياكل، صحه والف هنا عليه. والسلام عليكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.